السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعلمكم وصفة جميلة. وصفتنا النهارده طبعا الفطير يا ندى. الفطير ده انا هعلمه لكم النهارده بشكل كده جميل خالص وبطريقة جديدة مش هتلاقوها عند اي حد في اليوتيوب خالص. هتلاقوها عندي انا وبس. هتعملي ايه يا ندى؟ معايا العجينة دي اهو، انا عجناها قبل الفيديو وسايباها كمان تستريح اهو. هتعملي لها ايه؟ هقسمها على 3. شايفين كده قوامها؟ سبتها تستريح لغاية ما ارتاحت خالص. بصوا كده قسمتها كده على 3 بالشكل ده كده اهو. هتعملي ايه ندى؟ هناخد كده اول واحدة، هنسيب كده الاتنين دول على جنب كده، هنحطهم في نفس الكيسة. يعني انا كنت حطها في الكيسة دي اهو. احطهم الاتنين كده في نفس الكيسة من غير دقيق ولا سمنة ولا اي حاجة. هما كويسين وزي الفل على كده يا جماعة اهو. هسيبهم في الكيسة برضو كده على جنب وهنشتغل في دي. هتشتغلي يا ندى في دي. يعني احنا كده قسمنا العجينة على 3 يا جماعة. انا عاجنة بنص كيلو دقيق يا جماعة. اللي حابة تعجن كيلو، اللي حابة تعجن بأي حاجة براحتها خالص. يلا يا ندى هتعملي ايه؟ معايا السمن ده اللي هنشتغل بيه برضه في الفطير. ليه يا ندى ما اشتغلتيش بالزيت؟ لان الزيت بيخلي الفطيرة اللي هي ايه يعني انا لا افضل الزيت خالص لانها بتنشف الفطيره. هتعملي ايه ندى؟ يلا كده هنفرد الفطيره دي كده خالص خالص كده. هنخلوها ورقه ورقه على الرخامه بتاعتي كده بالشكل ده اهو. بالشكل ده كده هنفردها اهو اهو. عايزه تشتغلي بايدك اشتغلي، عايزه تشتغلي بالنشابه كده تشتغلي. مفيش حاجه هتقف معاكي. اهم حاجه كده عشان ما تلزقش معاكي بالسمنه. طبعا اللي حابب يشتغل بالزبده يشتغل، يعني دي برضو حريه الاختيار، بس انا لا افضل الزيت يا جماعه اهو. شايفين كده انا فردتها كده بالنشابه اهو شويه. واللي حابه تفرد كده بايدها تمام اهو. هنعمل كده اهو، وسع كده اهو. شايفين كده يا جماعة اهو فردناها. افرض اتقطعت مني كده يا ندى بالشكل ده ولا يهمك ولا كأن في حاجة، وهنشتغل عادي. الفطير ملهوش مشكلة فيه ان هو يتقطع عادي براحته خالص. هتشتغلي ازاي يا ندى؟ يلا هنمسك كده السكينة بتاعتنا. هنشوفوا كده فطيرة الاول هنقسمها على 2. شفتوا انا فردتها ازاي وقسمتها على 2 بالشكل ده. هتعملي ايه يا ندى تاني؟ هنمسك دي كده هنقطعها كده على 3 اهو بالشكل ده كده. فطيرة يا ندى قطعتيها بالسكينة عشان انتوا هتشوفوا الشكل اللي هيخليكم تتهوسوا كده من جماله اهو بالشكل ده. حتى يعني الاطراف عادي تقطعيها كده اهو اهو تمام. هتعملي ايه يا ندى الحركات والتكات دي؟ يلا كده تعالوا معايا بالسمنة كده اهو ونشتغل اهو. هنديها كده مسحة اهو بالسمنة كده اهو. حاجة كده خفيفة كده. بصي بإيدك كده اهو بالشكل ده اهو اهو بالشكل ده. علشان دي حتة التطبيقات اللي انا هوريها لكم في فيديو النهاردة اهو بالشكل ده. شفتوا ان انا وزعت كده السمنة بتاعتي كويس. هنشتغل ازاي؟ هنشتغل يلا في دي. هتعمل ايه ندى؟ يلا كده مربعات بالشكل ده. مربعات اهو. بصوا المربعات والتكات والحركات. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. احلى لايك هستناه منكم. يلا دي هنجيبه دي كده. لا انت هتجيبي دي كده، احنا متعلمين زي ما انا قلت لك اهو. ونخلي دي من تحت. المربعه دي هنعملوها ايه يا ندى؟ هنجيبها كده. يعني احنا كنا شغالين كده، لا احنا يلا هنجيبها كده بالشكل ده كده اهو. بالشكل ده وتظبطيها كده بايدك اهو. يلا كده اهو. ونجيب كده الطرف بتاعها كده. هتعملي ايه تاني يا ندى؟ يلا كده اهو. شفتوا ازاي جبتها العكس
اهو كده، ونجيبه دي كده اهو. شايفين كده الفطيرة دي خلصت معايا، الله اكبر. شايفين الفطيرة هتبقى مورجة وريك زي العسل يا جماعة، وفطيرة كده شكلها مربع وجديدة علينا. يلا كده نعمل كده واحدة تاني. هنشتغل كده، نجيب الطرف ده هنا كده اهو، وندي كده مربعات 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 اهو بالشكل ده. بعد ما شغالين كده هنمسك دي كده وهنجيبها هنا العكس، يعني احنا كنا شغالين كده، لا هنجيب دي كده عشان تبقى طبقات كده فوق بعض للفطيرة بتاعتنا اهو. ونعمل كده ونعمل كده اهو، ونعمل كده، ونجيب دي كده. بس كده، ايوه بس كده، انا عايزاها كده صغيرة بالشكل ده وحلوة ومناسبة جدا مقاسها. بس يلا كده نحطوها كده جنب اختها الاتنين اهو. شايفين زي العسل ازاي؟ طبعا هتسيبيهم تستريح اهو. نعمل كده 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 اهو اهو. شوفوا كده اهو كده، ونجيبوا دي العكس كده اهو بالشكل ده اهو اهو اهو. ونجيب دي في الاخر كده اهو عشان تساعدنا، وتمسكيها كده بالشكل ده وتظبطيها اهو. شايفين عملنا احلى 3 فطاير هيبقوا مورجين وزي العسل. دي طبعا من احنا العجينه قسمناها على 3، اللي هي الحته اللي قسمناها عملت لنا 3 فطيرات زي العسل. يلا كده هغطيهم برضو واسيبهم يستريحوا، ونفرد بقى الحته التانية مع بعض وأوريكم برضو اللي احنا عملناه تاني. اهو شوف خلصت اهو، خلصناهم في دقيقة، مبقتش معايا غير قطعة واحدة كده اللي هفردها اخر واحدة اهو. يلا هقطعها وارجع لكم بقى علشان نحمل. شايفين كده يا جماعة الفطير بتاعنا ازاي عيلي كده وبقى زي العسل، الله اكبر عليه، بسم الله ما شاء الله بجد. شايفين من ورا ومن قدام اتحمر كده زي العسل يا جماعة. بصوا تحسوه كده مقرمش كده من بره كده، وهش خالص وجميل وزي العسل، ومليان طبقات كده تحسيه بسم الله ما شاء الله عليه اهو كده. شايفين طبوا ازاي كده على الجريلا اهو، الله اكبر. تعالوا كده برضو نشوفوا دي، بسم الله ما شاء الله، كلهم احلى من بعض. يلا كده نطلع كده مع بعض اهو اهو اهو. امسكها كده كويس اهو. يلا كده نحط الباقي اهو اهو بالشكل ده اهو. وسع كده شوية لآخر واحدة معانا. يلا كده نسيبه برضه وأوريكم التكات والحركات أول ما يطلعوا، وأوريكم بقى الطبقات بتاعته، وأوريكم جمال الفطير اللي عملناه في فيديو النهاردة.
فين كده يا جماعة؟ الله أكبر عليهم. بصوا ازاي اتنفخ يا جماعة، والطبقات فيه جمال من جوه وباينة كده أساسا. الله أكبر عليه. شايفين كده؟ بصوا ازاي من فوق كده هوا كده. الله أكبر. شايفين؟ تعالوا كده نقلب كده مع بعض ونشوف الحركات والتكات مع بعض. الله أكبر، بسم الله ما شاء الله عليهم. بجد أحلى فطير يستاهل بوجكم كده يا جماعة، وبالهنا والشفا عليكم. أهو ودي كده اهو برضو اقلبها اهو. الله اكبر. دي عادي كده الزاوية بتاعتها. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. يلا كده نطلعوهم علشان تشوفوا التكات والحركات كده مع بعض، ووريكم كده التفاصيل بتاعة الفطير بتاعي. الله اكبر عليها، بسم الله ما شاء الله. عايزه اوريكم كده، دي اول واحده طلعناها كده وعملناها. هوريكم كده لانها بردت شويه. بصوا على الطبقات بتاعتها. الله اكبر عليها كده. تعالوا نقسم كده مع بعض. الله اكبر. شايفين اللي هي مورجه ازاي؟ شايفين الجمال والحركات اهو. بصوا كده، تعالوا كده نفتح مع بعض ونشوف بصوا على الحركات. الله اكبر عليها. ولا الفطير المشلتت الصعيدي يا جماعة بجد. اهو بصوا كمان مورقة. بصوا باينة ايدي من تحت اساسا كده فيها اهو. الله اكبر. بصوا ورقة اهو. ورقة يا جماعة، بسم الله ما شاء الله عليها. ومن بره كده مجرمشة خالص، سامعين الصوت اهو. بصوا مجرمشة خالص من بره. احلى فطير يستاهل بوجكم يا جماعة اهو. بصوا كده كمالتها. شايفين؟ بصوا ازاي مورقة من جوه. الله اكبر عليها بجد. على حتة جبنة قديمة، على حتة جبنة عادية يعني، وعسل. يستاهل بوجكم يا جماعة. وبالهنا والشفا. على شوية كمان سكر كده لو عايزينه محلي، شوية سكر بودر كده من فوق. هيبقى ده آخر جمال في الفطير. ومتنسوش بقى تعملوا لي لايك وسبسكرايب على القناة لو عجبتكم أحلى وصفة فطير عندي. واستنوني كمان بوصفات جديدة مع الفطير وبأشكال جديدة خالص للفطير. استنوني.